في قلب صحراء تحترق شمسها، وعلى بعد ساعات من أي مدينة، يوجد واد لا يشبه أي مكان على الأرض. أرض جرداء بلا ماء، بلا حياة. ومع ذلك تحت ترابها تنام هياكل مخلوقات عملاقة، مخلوقات لا يفترض بها أن تكون هنا. هذا المكان هو وادي الحيتان، الواد الذي كان بحراً، والبحر الذي اختفى وترك وراءه لغزاً حير العلماء لأكثر من 40 مليون سنة. مرحباً بك في دارك سايد عربي، حيث نكشف ما لا يريدونك أن تعرفه. بمصر، وعلى بعد 150 كيلومتراً من القاهرة، بمحافظة الفيوم، والتي تغطي مساحة 1759 كيلومتراً، يقع وادي الحيتان. قبل 40 مليون سنة كانت هذه الصحراء بحراً هائلاً يسمى بحر تيثيس، لكن شيئاً ما حدث. البحر تبخر، اختفى، وتحول إلى صحراء ميتة. ورغم اختفائه بقي شيء واحد خلفه، بقيت الهياكل، شهادة صامتة على عالم لم يعد موجوداً. كيف لمنطقة بلا قطرة ماء أن تحتوي على أكثر من 400 هيكل لحيتان مدفونة تحت الرمال؟ الهياكل التي عثر عليها في وادي الحيتان ليست لحيتان عادية، إنها لحيتان برمائية، مخلوقات انتقالية بين الحياة على اليابسة والبحر. أغربها الباسيليوسور، وحش بطول 21 متراً، بجسد ثعبان وفك قادر على طحن العظام. مخلوق لو عاش اليوم لكان سيد المحيطات بلا منازع. وهناك الدورودون، كائن مثل التماسيح، ومخلوقات أخرى تحمل صفات غير منطقية: أرجل خلفية صغيرة، وأطراف أمامية تتحول تدريجياً إلى زعانف، تماماً كما لو أنك تشاهد التطور يحدث أمامك. لكن هنا يبدأ الجانب المظلم. العلماء وجدوا أن بعض الهياكل اصطفت بدقة، وكأن هذه المخلوقات ماتت في نفس اللحظة. كارثة، زلزال بحري، موجة قاتلة، لا أحد يعرف. والأغرب أن المنطقة تحتوي على هياكل لأسماك، زواحف، وأسماك قرش أيضاً، كلها دفنت بنفس الطريقة، وكأن يداً مجهولة أغلقت الباب فجأة على عالم كامل، فدفنت أسراره تحت الرمال. هناك نظريتان. الأولى تقول إنه بسبب زحف اليابسة وابتلاع البحر بعدما كانت إفريقيا تتحرك شمالاً، والثانية تقول إنه بسبب انخفاض مستويات البحار عالمياً بسبب تغيرات مناخية مفاجئة. لكن حتى اليوم لا يوجد جواب مثبت بنسبة 100%. والأغرب أن بعض المناطق قد تكشف عن أسرار جديدة، لكنها ظلت مغلقة لسنوات. وادي الحيتان ليس مجرد صحراء، إنه متحف مفتوح يعود إلى 40 مليون سنة، قراءة في دفتر الزمن، صفحة كتبها البحر ومحتها الرمال، لكن آثارها بقيت شاهدة على عالم اختفى فجأة. مرحبا بك على دارك سايد عربي، حيث الحقيقة دائما أعمق مما تراه ومما تبدو. كن جزءا من عائلة الغموض الآن، فالقادم أكثر غموضا مما تتوقع.